علاش كثروا بزاف ديال حالات الطلاق في اوروبا؟ كثير من العلاقات اللي كاينه في اوروبا ما كتكونش علاقات ناجحه. علاش هاد القضيه هذه كتسالي بالمراه كتجرجر راجلها؟ العلاقه كتسالي بالفشل. توكسيك عاجلا ام اجلا الانسان كيبغي انه يتزوج. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال اللي هو مهم بزاف. غادي نناقشوا واحد القضيه اللي مهمه بالنسبه للجاليه اللي كاينه في اوروبا ولا كاينه في ايطاليا خاصه. هذا السؤال هو علاش كثروا بزاف ديال حالات الطلاق في اوروبا. في ايطاليا كتلقى مثلا شي راجل تيجي لايطاليا كيجي لاوروبا وهنا تيبدا كيخدم كيدمر وفي الاخر كيدير لا بروسيدور ديال ريكونجونجيمنتو فاميليار، لا بروسيدور ديال الالتحاق بالزوج. كيبغي يجيب الزوجه ديالو من المغرب، كيتزوج بشي وحده، كيبغي انه في اخر المطاف تيبغي انه يختار شي وحده من المغرب وفي الاخر كتجي الزوجه ديالو لهنايا. ولكن في اغلبيه الحالات لسوء الحظ كتكون كتسالي بالطلاق، كتسالي بالمراه كيبداو تيقولوا كتبقى تجرجر راجلها. ولا بعض المرات تكون شي بنت كاينه في ايطاليا كتكون مغربيه من الابوين مغاربه وفي الاخر انها كتختار في اخر المطاف انها تتزوج بواحد مغربي. الناس كل واحد حر في الاختيارات ديالو. في الاخر كتكون كتجري على ولد راجلها باش انها تدير الالتحاق بزوج اللي يجي عندها لهنا لايطاليا. وفي الاخر نفس القضيه كتكون العلاقه كتسالي بالفشل. بزاف ديال الناس اللي كيشوفوا السوشيال ميديا كيلقاو بلي ان راه الكثير من العلاقات اللي كاينه في اوروبا ما كتكونش علاقات ناجحه. علاش هذه القضيه هذه؟ في هذا الفيديو هذا الشيء اللي غادي نهضروا فيه، غادي نحاولوا اننا نناقشوا هذا الموضوع حيت هذا الموضوع راه مهم تيهمنا حنا اللي كاينين، الناس اللي كاين في الجاليه، الناس اللي مثلا حنا مثلا كنكونوا كنجيو هنا كطلاب وفي اخر المطاف كما تيقولوا بالايطاليه بريما او بوي، يعني عاجلا ام اجلا الانسان كيبغي انه يتزوج. الزواج حاجه جد مهمه ولكن في اخر المطاف العلاقات كتكون علاقات توكسيك. علاش هادشي كامل؟ اجيو نناقشوا كاملين ومن المهم اننا نسمعوا حتى الراي ديالك انت وانت اللي كتشوف هذا الفيديو هذا. بغينا اننا الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا، الناس اللي مقبلين على الزواج، الناس اللي مقبلين على انه يدير الالتحاق بالزوجه ولا الزوج ديالو هنا في اوروبا، يشوفوا هذا الفيديو باش يستافدوا ويفيدونا معاهم. الناس اللي عندهم ديجا اون اكسبيريونس يعطيونا لا لورو اكسبيريونس. اي مولتو امبورطانتي كون ديفيديرا لي اكسبيريونس كون نوي. انا معاكم نتوما وانتوما معنا حنا والناس في لي كومونتير ديالكم غادي نقراوهم كاملين. حنا كاملين انا وانتوما نقراو لي كومونتير كاملين باش اننا نستافدوا. اوكي يلا نبداو. انا بالنسبه ليا بغيت نجي معكم نيشان شنو هو السبب الرئيسي اللي تيخلي العلاقات تكون علاقات فاشله في اوروبا. تنهضر على بين قوسين الناس اللي تيكونوا كيديروا الالتحاق، شي طرف الزوج ولا الزوجه كيدير الالتحاق بغي يجيب الزوج ولا الزوجه ديالو لاوروبا. انا بالنسبه ليا كاين عاملين، جوج ديال العوامل اللي هما مهمين بزاف. بيع الوهم. راجل باغي يجيب الزوج ديالو لاوروبا تيبدا تيبيع عليها الوهم، ولا المراه كتبغي تجيب الزوج ديالها لاوروبا وتيبدا يبيعوا الوهم. بطبيعه الحال هما تيكونوا تيعيشوا واحد اللحظات اللي هي زوينه، تيكونوا الناس موتيفين، تيكونوا متحمسين على انه راه الحمد لله في اخر المطاف راه غادي يجيب الزوجه ديالو ولا المراه غادي يجيب الزوج ديالها. غادي نبقاو نهضروا على ان الزوج غادي يجيب الزوجه ديالو ولكن في نفس الحاجه راه كنهضر على مراه وراجل راه نفس القضيه. هذه القضيه ديال ان كتلقى ان الزوج كيبقى يبيع الوهم لمراته ولكن بواحد الطريقه انديريكت. هو ديجا تيكذب على راسو. علاش تيكذب على راسو؟ علاش تيكذب على راسو؟ حيت انه ديجا متحمس يبقى يقول انه راه نورمالمون غادي يجيو لهنا، غادي يلقاو السكنه مزيانه، الدار مزيانه، غادي نخرجوا، غادي نسافروا، غادي تشوف الناس كيفاش يخدموا الاورو، ربحوا الفلوس مزيان، غادي نبداو نديروا بزاف الحاجات. حيت بطبيعه الحال تيكون هما تيتمناو ماشي ما تيكونوش يتمناو. المراه كتكون في المغرب كتكون كتسنى بزاف من هادشي كامل حيت الراجل بطبيعه الحال تيبقى كيشحنها، كيبدا كيشحنها ما كيكونش كيهضر معاها في القاصح، ما تيكونش كيهضر معاها على كي دايره لا كولتورا ايطاليان، كي دايرين الناس في ايطاليا، شنو كيتسنى، شنو هما الضريبه ديال الغربه، شنو كتعني انك تكون مهاجر، المصاعب ديال اللغه الايطاليه، المصاعب ديال لا كومونيكاسيون مع ناس اخرين. وبطبيعه الحال واخا تكون انك متمكن من اللغه راه بطبيعه الحال حنا كنهضروا على ثقافتان مختلفتان اللي ناس عندهم قاره اخرى. انت كتكون كتجي من المغرب من افريقيا، ناس كاينين في اوروبا في دوله اخرى يعني مثلا ايطاليا ولا فرنسا ولا شي دوله بحال هكا، والمراه ما كتكونش عارفه هادشي. علاش؟ حيت هي ما كتكون كما تيقولوا بالانجليزيه انسايد اوف ذا بوكس، ما كتكونش اوتسايد اوف ذا بوكس، ما كتكونش عارفه. كيسحب ليها العالم كامل. بزاف الناس المغرب كيسحب لهم ان راه الطريقه كيفاش خدام المغرب هي الطريقه كيفاش خدام العالم كامل. وهذه القضيه هذه قضيه جد خاطئه وفي نفس الوقت كتكري واحد المشكل اللي هو جد معقد. انا دابا تنهضر على العامل النفسي حيت العامل النفسي راه مهم بزاف. في الاخر باش كتجي المراه هنا اللي كتكون كتسنى الحريه، السفر، الفلوس، معيشه اسهل ومعيشه احسن، كتكون كتعيش جوج ولا ثلاثه ولا الشهر الاولاني زوين ومن بعد كيبدا يدخل السخون مع الطرفين. حيت الراجل تيكون كيتسنى شي حوايج في الاخر في اخر المطاف كيلقى ان داك الحلم اللي كان كيتسناه راه حلم تحقق ولكن داك احاسيس جد عاديه. في حين المراه كتكون كتسنى بزاف الحريه، بزاف الحوايج اللي هما بزاف كانت كتمنى
منهم كما كانت شي وعدها الزوج ديالها، ولكن كتجي لاوروبا كتلقى حوايج اللي حتى الزوج ديالها بطبيعه الحال ما غاديش يكون كيوفي بالوعد ديالو، ماشي حيت انه كذب، ولكن حتى من واحد الناحيه تيكون ان الزوج بزاف ديال الناس اللي كاينين حنا عندنا في المغرب تيكون انه ديجا دوز واحد ليكسبيريونس، دوز واحد ليسبيريونس في اوروبا، في ايطاليا بين قوسين، بما اننا أنا في ايطاليا كنهضر على ايطاليا، وصافي كيكون بدا يعني دار واحد اول حاجه اللي طاق الاولاني هي انه دار اكسبيريونس، مور الاكسبيريونس خدا واحد لي شوا. علاش؟ حيت هو مور داك لي شوا راه عارف علاش دار هادشي، يعني كان عنده اسئله، وحيت انه دوز التجربه خدا دوك الاجوبه. مزيانه القضيه هذه. الراجل ما تيبغيش ان الزوجه ديالو، حيت بطبيعه الحال راه الزوجه ديالو، انها طيح في دوك المشاكل، ولا مثلا تيكون تيسمع واحد التجارب فاشله ديال شي ناس اخرين صحابو. راه حنا تنعيشوا مع ناس، حنا سيامو سوبر فيفيندو، سيامو فيفيندو مع ناس اخرين. يعني من المهم ومن العادي انك تبقى تسمع التجارب الناجحه والتجارب الفاشله ديال ناس اخرين في اوروبا. كتبقى تسمع ان هذا راه مراته دارت ليه بحال هكا، ان هذا مراته دارت ليه بحال هكا، وهذا دارت ليه بحال هكا. في تولي ترى انه شويه توكسيكي، شويه انه خايف، ما تيثيقش في المراه مسكينه ما عارفه والو، يلاه جاينا لاوروبا، وتيبدا يحبسها، وتبدا انه تيقول لها لا ما ديريش، لا ما ديريش. وفي نفس الوقت هذه القضيه دي راه خاطئه. علاش؟ حيت انا شخصيا وكنظن ان من الحق اي انسان انه حتى هو يعيش التجربه ديالو الشخصيه، باش انه تو يلقى واحد لي ريبونس لي دوماندي ديالو. بطبيعه الحال كاين بزاف انواع الكيانات، كاين كيان اللي هو تيكون انسان نقي، انسان مزيان للداخل ديالو، وكاين واحد اخر عاوتاني من خلال التربيه ديالو ولا عاوتاني يشوف منين جاي تيكون انه انسان، يقدر يكون انه انسان ماشي انسان مزيان. ولكن في اخر المطاف سواء كنتي انسان مزيان ولا كنتي انسان ماشي مزيان، من الحق اي واحد فينا ياخذ لي شوا ديالو باش حتى هو ياخذ لي ريسبونس، ياخذ الاجوبه ديالو على هاد لي دوموند ديالو. كما قلت لكم هذا عامل واحد من العاملين اللي قلت لكم، هو ان واحد من الطرفين سواء الزوج ولا الزوجه تيكونوا كيبيع الوهم للطرف الاخر، في حين ان الطرف الاخر باش كيجي لاوروبا كيلقى واحد الحوايج اللي هما خايبين. وهذا هو البيركورس، هذا هو هذه الطريق اللي كتكون واحد فيهم تياخذ وكيخلي ان التجربه ديال الزواج في اوروبا تكون تجربه فاشله. هذا بالنسبه لي هو العامل الاولاني. وبالنسبه لي انا العامل الثاني اللي هو حتى هو عامل جد مهم، حتى بطبيعه الحال تنهضروا فيه على هذا الشيء ديال الكذب. كتكون الواحد تيكذب، ولكن في نفس الوقت تيكذب على راسه، ماشي تيكذب على طرف واحد اخر. شنو هو هذا؟ هو انك تلقى داك الراجل اللي جا لاوروبا، سواء انه مسكين جا حارق ولا جاب الكونطرا ولا جا قرايه ولا جا باي طريقه من الطرق، ولكن المهم انه جا وتقاتل في اوروبا ودار بزاف ديال التجارب هنا في اوروبا. واحد الوقت دار دارو ودار طوموبيل، دار شويه الفلوس، ماشي بزاف، شويه الفلوس وصافي. المهم انه قادر انه يتزوج، قادر انه يتزوج وانه يدير مراه ويقدر يحلم يدير بحال هكا. في الاخر انه هذا السيد هذا تيفكر انه يجيب مراه، ولكن كما تيقولوا لبس قدك يواتيك. هو ما كيلبسش قده، كيمشي يشوف شي حاجه بعيده. باش نقول لك انه كيمشي يشوف شي حاجه بعيده، كيمشي يشوف واحد البنت اللي هي ما عندهاش نفس لو نيفو انتيليكتويال ديالو. باش نقول لو نيفو انتيليكتويال ديالو كنجمع فيها جميع الحوايج اللي تنهضر عليها، فلوس، ثقافه، لا فيزيون، الاحلام. المهم كنهضر على ان انت واحد الشخص ما خصك انك تشوف غير الزين وصافي، ما خصكش انك غير تشوف العائله وصافي، ولكن خاصك انك الا كنتي باغي تختار واحد السيده خاصك ان تشوف بزاف ديال العوامل. تشوف ان تكون شويه زوينه، تكون مثقفه، تكون فاهمه، صبوره، ماشي عنيده. المهم بزاف ديال العوامل اللي خصهم يكونوا في هذاك الطرف الاخر. علاش؟ حيت بطبيعه الحال كنهضروا على شريك الحياه. شريك الحياه حاجه جد مهمه، انك تكون كتفيلتري مزيان وتكون كتعرف هذا الشخص هذا. تكون انسانه اللي تكون ولا مثلا السيده بطبيعه الحال كما قلت لكم في البدايه، راه كنهضر على الرجل وعلى المراه. المراه اللي كانت مثلا تجيب شي شخص، مثلا تجيب شي ولد خالتها ولا تجيب شي واحد عاوتاني من المغرب، بطبيعه الحال خاصك تكوني انك كتعرفي تفيلتري وتعرفي ان الشخص اللي خاصك تجيبي خاص يكون اب. بطبيعه الحال ان ما خصناش ديما نحكموا على الشخص من الماضي ديالو، ولكن نعرفوا داك الشخص مزيان. راه الحياه ولات صعيبه، حنا كنعيشوا في 2025. مهم بزاف الاراء ديال والدينا، ولكن في اخر المطاف انت اللي خاصك تختار، وانت اللي خاصك تحمل المسؤوليه ديالك. شنو كتعرف هذا المشكل ديال ان داك الشخص اللي يكون انه جا في اوروبا ودار شويه الفلوس وفي الاخر انه بغى يتزوج، تيفكر على انه الزواج بحال اللي قلتي غير داكشي فور فان، يعني غير داكشي للمتعه وصافي. وشنو كيبغي يتزوج؟ كيبغي يتزوج بواحد السيده لان مثلا تقدر تكون انه هو دار حياته هنا، جا مثلا في ال25 وبقى كيصبر الوراق، يبقى يجري وداك الشيء. فين كاين المشاكل ديال الكرا، تلقى الطوموبيل، شكون يبغي يكري ليك، شحال كتسنى وانت كتدفع الطلب ديال نولا اوسطا باش تجيب مراتك، عاد باش كتدفع الطلب في المغرب، وشحال عاوتاني عام وانت كتسنى في المغرب باش انه يقبلوا يجيبوا لك مراتك، وعاد كتجي عندك مراتك. يعني شحال الوقت تكون كتسنى. قول انك تقدر الاغلبيه، نقول واحد النسبه متوسطه ديال ان تقدر تكون في الراجل في عمره 35 عام ولا في 40 عام. كنهضر على لا فيزيون جينيرال ديال ان كنشدوا كاع اغلبيه الناس ونديروا واحد السن متوسط، نقولوا ان كتكون عنده 35 عام. هذا السيد هذا عنده 35 عام راه عاش تجارب، بزاف ديال التجارب. وكما قلت لك كان عنده واحد لي دوماند، كان عنده واحد لافينتورا، وكان عنده واحد ليسبيرينس ولا فين افوتو لي ريسبوست.
يعني عاش التجربه ديالو. كيمشي يختار بنت شحال عندها 22 عام، عندها 25 عام. الفرق ما بينه وبين هاد السيده هذه هي 10 سنين. انا راه ما تنقولش ان انا ضد ان شي واحد يتزوج بشي بنت ما بيناتهم 10 سنين ولا 12 عام ولا اكثر. انا ماشي ضد هاد الشيء، بالعكس الا تحبيتوا وتفاهمتوا الله يسهل عليكم، لا بالنسبه للراجل لا بالنسبه للمراه. ولكن في اخر المطاف كتلقى ان باش ديك السيده كتجي وتيكون بيناتكم واحد العامل ديال لاج كبير، وانت كتكون ديجا نضجتي وليتي ماتور وليتي ماتورو وليتي اون بيرسون اللي افوتو لي ريسبونس كما تنعاود نقولها بزاف د الحاجات. المشكل ديما تيكون في ان عندنا دو بيرسون، اون بيرسون ولا الترا بيرسون. واحد لا بيرسون عندها دوماند كون لي ريسبونس كون دي جا فات ولا سوا فينتورا جا دار ديك التجربه ديالو، في حين ان الطرف الاخر شخص يلاه جا للغربه تا هو بغى يدوز داكشي اللي كيشوف في يوتيوب داكشي اللي كيشوف في الانترنت تيك توك انستغرام. كيجي الاخر تيقول لي لا دير لا، وتيبدا التوكسيك، تيبدا بزاف ديال المشاكل ما بين هاد جوج انواع ديال لي كوبل. ومن تما حاجه فوق حاجه فوق حاجه فوق حاجه، المراه كتصاحب مع بنات اخرين اللي كاينين هنا في ايطاليا كيبداو يعمروها بنات لانهم مثلا كتشوف انهم عندهم حريه، بنات لانهم جاو هنا بوحدهم تيلبسوا كما بغاو تيبداو يديروا بزاف د الحاجات كما بغاو. وفي الاخر كتبدا انك كتكون انت هي راي شخصي وكتبقى كتكون واحد ليسبيريونس نيجاتيفا والشوفه ديال ان الشرير في هذه القصه هذه هو داك الشخص اللي هو الزوج ديالها. وكتبدا تاتاكي بطبيعه الحال باش بديك العصا اللي هنا في اوروبا كاينه، هي ديك العصا ديال انا ما بغيتش نسميها عصا، ولكن نقدروا نقولوا ان كاين بعض العيالات اللي كيشوفوها كعصا بالنسبه للراجل. كنضربك بالقانون الايطالي بالقانون الاوروبي انك انت اين فوا تهز يدك على مراتك، اين فوا تقول شي حاجه على مراتك تقدر ان مراتك اي تجي من والو تظلمك ولا تجي انها تبغي كما تيقولوا بالحقد وداك الشيء انها تشدك تندمك بالقوانين وانها كتكون كتربح، حيت الاغلبيه الساحقه يكون القانون مع العيالات. طبيعه الحال هادشي كما قلت لكم نعاود نقول المره الثالثه راه ماشي تنقول ان الراجل يكون مظلوم. طبيعه الحال راه كاينين بزاف ديال الرجال اللي عندهم عقل متحجر كيجيب مراته من المغرب كيشدها كيزد عليها، بحال انه جايبها لاوروبا باش انها تبدا جالسه في الدار ما تخرج ما تلبس ما تي مسكينه ما يكونش عندها واحد القصه زوينه في اوروبا باش انها تعرف واحد لا كولتور اخرى، تعرف ان الناس كيفاش دايرين. من حقها انها تعرف. راه كما قلت لكم راه عندنا جوج انواع الكيانات، اما كاين يكون مزيان اما كاين خايب. الا كان داك الشخص الكيان ديالو ديجا انسان شرير انسان النيه ديالو خايبه، راه خاصك انت تكون من البدايه داك الريد فلاغ دوك الرياض الحمر تكون كتعرفهم من خلال كيفاش كتهضر معاك وكيفاش كتقول. خاصك تكون كتعرف تفلتري مزيان. راه الاختيار ديال الزوج ولا الزوجه كما تيقولوا داك المثل المغربي الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. تنتمنى انني نكون قلته بطريقه صحيحه. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون مفيد، كنتمنى يكون زوين، كنتمنى يكون فيه شويه ديال لو مينيموم ديال الافاده. ما بقى لينا والو ونوصلوا ل 5000 متابع. انا شخصيا جد فرحان بزاف بهذه القضيه هذه. ما كنتش كنتصور ان نوصل ل 5000 متابع. تنشوف بزاف ديال لي كومونتير وهذه حاجه زوينه بزاف. بطبيعه الحال الناس لانهم كيعجبهم واحد المحتوى اللي هو مفيد ونقي وزوين بزاف. هذا الا كان تيدل على حاجه كيدل على انك انت اللي كتشوف الفيديو اللي كتفاعل مع الفيديو. كنشكرك بزاف حيت انك كتشجعني دعم المحتوى ديالي. هذا الا كان تيدل على حاجه كيدل على الرقي ديالك انت وكيدل على الطريقه والعقليه المنفتحه ديالك انت. انا انسان انا كنتعلم من الناس من لي كومونتير، كنقرا بزاف لي كومونتير بزاف، كنحاول انني نقراهم كاملين ولكن ولاو دابا تيكونوا بزاف. ولكن والله الا كنحاول نقراهم بزاف. لي ميساج في الانستغرام حتى هما كيوصلوا بزاف وهذا سا مي في فريمون بليزير انني نشوف هذا التفاعل ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه مع فيديو اخر. الا عندكم شي فكره الا عندكم شي حاجه زوينه بغيتوني نهضر عليها خليو ليها في لي كومونتير وهذا غادي نقول لكم باي باي.